خدت الدواء اللي قلتلك عليه؟ لا. لا ليه؟ ايه؟ امال صارفين عليك دم قلبنا ليه؟ والدكتوره راحت، الدكتوره جت، كل ده عشان ايه؟ تيتا مش فاضيالك يا حبيبتي، مش فاضيالك. بعدين هجيب لك الدواء. انا بفكر دلوقتي، بفكر في موضوع مهم، موضوع حيوي، موضوع متوقف عليه مصير العيله دي كلها الى الابد. موضوع ايه ده المهم ان شاء الله؟ ايمن. مين يا اختي؟ ما تشغليش بالك انت يا حبيبتي، ما تشغليش بالك. ولا اقول لك استني. اجي هنا فين؟ تيتا ايه؟ بابا طول عمره بيقول عليكي خبره. ممكن استفيد. قولي لي يا تيتا، قولي لي يا حبيبتي، قولي لي لو في مثلا واحد كده، واحد عايز يقابلك لوحدكوا على انفراد خالص، هو اللي طلب، تعملي ايه؟ توافقي على طول، او تصديه خالص خالص، ترفضي المبدأ، او توافقي بس مش على طول، يعني تعترضي شويه ثم توافقي عشان ما يقولش عليكي مدلوقه او حاجه كده. يا بنت قله الحياه اللي انت بتقوليها دي، ايه ده؟ مين ده بقى اللي عايز يقابلك على انفراد ولوحدك؟ وجايه تساليني انا؟ خلاص ما عادش عندك دم، ما انتش مكسوفه، ما عادش عندك لا خشة ولا حياه. خلاص خلاص يا ستي، انا اسفه يا تيتا. بابا اللي كان بيقول عليكي خلاصي خالص، مش عايزه اسمع حسك ده. هي حصلت؟ عمرك ما حبيتيني، عمرك ما حبيتيني، وبتحبي الواد حازم ده اكتر مني، مش عارفه ليه. نفسك ما اتجوزش واعنس جنبك عشان اجيب لك الدواء، اجيب لك الدواء. طبعا دكتوره دكتوره، بس هو ده اقرب الناس ليا. مش عايزين يساعدوني. عيطي جعاري، مش هسأل فيكي. بس خلاص بطلي الجعورة دي. هتساعديني؟ هستفيد من خبرتك؟ أمري لله.